انت عارف ان خلط المبيدين مع بعض مش معناه انك انت عملت مبيد اقوى؟ تعال اشرح لك. في ناس كتير قوي بتفتكر ان المبيد الاولاني ده بيقتل حشره والمبيد الثاني برضه بيقتل حشره، يبقى لما اخلط المبيدين مع بعض انا كده عملت مبيد اقوى منهم هما الاثنين. بس المبيدات عمرها ما بتشتغل بالحسبه دي، لان كل ماده ليها طريقه تاثير معينه وليها تركيز محدد واستخدام معين، علشان كده اتعمل عليه اختبارات. يعني المبيد معمول عليه اختبارات انه يقتل الحشره عند التركيز اللي مكتوب على العبوه. ولما بتخلط مادتين من نفسك انت مش ضامن ان واحده تزود تاثير الثاني، ممكن الاثنين يفضلوا بنفس التاثير، وممكن الخلط يزود او يقلل من نتائج المبيد، وممكن يزود من ثباته او يقلل من ثباته او يقلل من توزيعه، وممكن اصلا انك انت تجمع مادتين بيشتغلوا بنفس الطريقه وتفتكر كده انك انت عملت حاجه مختلفه. بس كده ده مش معناه ان اي خلط ما بين مادتين ده غلط. في اصلا مواد بتتصنع باكتر من ماده فعاله، لكن الفرق ان المادتين دول اتعملوا وتم اختبارهم وهما الاثنين مع بعض. انما انك انت تاخد منتجين منفصلين وتخلطهم مع بعض لمجرد انك انت عايز تقتل الحشره بشكل اسرع، هنا انت دخلت في نتيجه مش معروفه اصلا. عشان كده لما يكون عندي مبيد نتيجته مش كويسه، مش اول حل عندي ان انا ازود عليه مبيد تاني. في الاول لازم نسال هل الماده دي اصلا مناسبه للآفة او للحشره اللي انا عايز اتخلص منها؟ هل المبيد ده وصل اصلا للحشره، يعني اترش بطريقه مظبوطه خليته يوصل للحشره بشكل مظبوط؟ هل التركيز اللي انت استخدمته ده تركيز مظبوط؟ هل حصلت مقاومه تجاه المبيد ده؟ هل السطح اللي اترش عليه مناسب او ملائم؟ لان لو المشكله اصلا موجوده في واحده من الحاجات دي، اضافتك للمبيد مش هيزود عليه اي تاثير، بس هيزود عدد المواد اللي انت استخدمتها. خلط مبيدين مش معناه قوه مضاعفه، القوه الحقيقيه انك تعرف كل ماده معموله بتعمل ايه وتستخدمها في الوقت وفي المكان وبالتركيز اللي تخدم الوظيفه بتاعتك. لو عايز تعرف معلومات اكتر عن مبيدات الحشرات تواصل معانا.